السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ويا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنحضروا الخبيزة بطريقة جد مبسطة وبلا كثرة الماعن والمقادير، فقط في الكوكوت. خليكم معايا باش نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. في كوكوت اول حاجه غنديروا 4 كاس ديال الزيت تقريبا، معلقه صغيره ديال سكنجبير، معلقه صغيره نص معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه صغيره ديال السودانيه، معلقه صغيره ديال السكنجبير، ومعلقه صغيره ديال القزبور بلدي. ضيفوا حتى الكمون الا كان متوفر عندكم، معلقه صغيره، وواحد 4 ديال الفصوص ديال الثومه. حكوهم ولا قطعوهم طريفات صغار على حساب نتوما واش كي كتعجبكم الثومه واش تكون باينه ولا لا. وغنضيف الخبيزه اللي قطعت من قبل وغسلتها مزيان، غنضيفها على العطريه. غنضيف ايضا واحد نص حامضه هكا، 2 طروفه صغار، وفلفله حاره. درت حتى الملحه، نسيت ما درتهاش في الاول مع العطريه. وغنحركوا الخبيزه مع العطريه ونديرها فوق البوطه على نار متوسطه تقريبا واحد 20 دقيقه. نغطيو عليها هكا بالكوكوت ونخليها حتى تنزل ديك الخبيزه. هنا مورا ما دازت 20 دقيقه راه كتنزل. كنحاول مره نحرك، وإلا خصني شويه الماء نزيد معها واحد نص كاس ديال الماء، ونخليها حتى تنزل وتدخل معها العطريه. هنا صافي غنضيف واحد نص سطر ديال الماء. ضيفوا الماء يجيكم في الحد ديال الخبيزه ديالكم، وسدوا على الكوكوت. تقريبا انا خدات ليا واحد ساعه على نار مهيله كالشمعه. بالنسبه للفلفله كنحاول نوقفها الوسط باش ما تفقش وتجيني حاره. هنا مورا ما دازت ساعه كنحل على الكوكوت، غير كتشدوا الحبات ديال الخبيزه بين يديكم. الا تمعسات لكم دغيا راه كتكون طابت. كنضيف ايضا شويه ديال الزيتون، و كنخليها غير واحد 5 دقائق تزيد تشرب شي شويه وصافي. ها الخبيزه ديالنا راه كتكون وجدات، كتجي رائعه. ضروري تجربوها وتقولوا لي الراي ديالكم في التعليقات، وما تنساوش تخليو لي لايك ومتابعه باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات ديالي، وبكم القناه ديالي تزيد تكبر. نخليكم في امان الله ورعايته.